يوم ب 30 توليفه قهوه مختلفه لحد ما تلاقي قهوتك اللي انت بتدور عليها. تعال اما اقول لك على اول توليفه، وهنبتديها باهم حاجه في القهوه التركي وهي الوش. فهناخد 100 جرام من البن الاندونيسي، هظبطنا الوش وهيدينا الطعم المصري بتاعنا. اساس القهوه الحلوه لازم تبقى كريمي ودايبه كده، فهناخد ملك الكريمه هو البن البرازيلي، مرارته قليله وبيدي كريمه. هناخد منه 50 جرام. بال 50 جرام من البن البرازيلي بتوعنا. ريحه القهوه من العوامل المهمه جدا في فنجان القهوه، فهناخد 50 جرام من البن الحبشي هيخلي ريحه البيت عندك تتقلب. هنكمل الربع كيلو ب 25 جرام من البن الهندي الارابيكا اللي بيديك طعم الشوكولاته في اخر درجات الوسط، و25 جرام من البن الجيتومالي اللي بيديك نفس التيست بتاع الكولومبي بدون اي نسبه مراره، فالتوليفه بالكامل مش هيبقى فيها اي نسبه مراره. وهننزل كده وكده احنا كملنا الربع كيلو. تعال نحوجه. هنبتدي التحويجه ب 10 جرام من الحبان للربع كيلو. بعدها هناخد واحده من جوز الطيب وهنكسرها، هننزل بيها في قلب الخلطه. ان الناس كلها في ضغط الفتره ديت